لو قطع الإيد في الإسلام عقوبة للسرقة، فنفس العقوبة كانت موجودة في أوروبا بس عشان حاجة أهيف بكتير. إن كنت لا تعلم فإن قطع الإيد مش عقوبة مرتبطة بدين معين، وإن الموضوع ده كان بيحصل في أوروبا عادي جدا وفي العصر الحديث كمان، وتحديدا في مدينة جراس في النمسا اللي اتعمل فيها قانون سنة 1728 بيقول لك لو كسرت عمود نور 3 مرات إيدك تتقطع، يعني حتى مش غرامة ولا حبس، لا قطع إيد على طول. طب ليه العنف ده؟ لأن العواميد دي كانت بتشتغل بالغاز وكانت تعتبر اختراع حديث وقتها، فكانوا بيخافوا عليها أكتر من روحهم، لدرجة إنهم كانوا بيعينوا لها حراس. فلو كنت ماشي في النمسا زمان وقابلك عمود نور في الشارع كنت هتفكر 1000 مرة قبل حتى ما تلمسه. ولو قابلك واحد أجنبي وقالك إن دينك دين همجي بيقضي بقطع إيد الناس، فأنت عارف هترد عليه دلوقتي وتقول له إيه. دي كانت معلوماتنا النهاردة، واستنونا في معلومة جديدة من إن كنت لا تعلم. خليك فاكر، مع الهستوريادور معلومات عامة هنخلي المعرفة أسلوب حياة.